الإنترنت اللي في إيدك ده ممكن يبقى سبب نجاحك أو سبب ضياعك. نفس الموبايل، نفس الباقة، نفس الوقت، بس واحد بيطلع لقدام وواحد لسه واقف مكانه. الحقيقة بقى اللي لازم تتقال، الإنترنت ده مش معمول بس فيديوهات وهزار وسكرول وضحك وتمضية وقت وتضييع وقت وخلاص. الإنترنت ده أداة، والأداة دي يا تستخدمها صح يا تسيبها تستهلكك وتستعبدك. طيب الإنترنت ممكن يعمل إيه بجد؟ بالإنترنت بنقدر تتعلم مهارة جديدة، تقدر تفتح شغل جديد، تطور نفسك، تبني اسمك، تكسب فلوس كويسة، تغير في مستقبلك. ناس اتعلمت لغات، وناس فتحت بيزنس، وناس اشتغلت اونلاين، وناس بقت مؤثرة. مش علشان هم اذكى وانصح، لكن علشان هم استخدموا الانترنت استخدام صح. الخطر فين بقى؟ الخطر انك تصحى كل يوم تفتح الموبايل وتقفل الموبايل. يعني عمال تفتح الموبايل كل شويه وتقفل الموبايل وتتابع الموبايل بتاعك وتقفل اليوم على كده وانت ما عملتش ولا حاجه مفيده. سكرول بلا هدف وعمر بيضيع. المصيبه بقى انك تحس انك تعبان ومش فاهم ليه انت تعبان او مخنوق او متضايق. طيب تعمل ايه من بكره؟ اسال نفسك سؤال بسيط قوي: انا بستخدم الانترنت ده ليه؟ ساعه ترفيه ده طبيعي، لكن باقي اليوم المفروض يكون تعليم وشغل وتطوير. خلي كل يوم دايما فيديو تتعلم منه، بودكاست حلو تسمعه، معلومه جديده بتعرفها. خد خطوه لقدام كل يوم. مش لازم تبقى بيرفكت قوي، بس على الاقل تبقى واعي. الانترنت مش وحش، بس الاستهلاك الاعمى هو اللي وحش. يعني استخدمه كأداة، مش ما تخلوش يبقى مخدر بالنسبة لك، لأن اللي عارف يستغل الانترنت صح كسب وقت، وكسب مهارات جديدة ومعلومات، وكسب حاجات كتير قوي. واللي سابه يسرقه ويسرق وقته ويسرق عمره، للأسف خسر عمره وفضل واقف مكانه. لو شايف ان الكلام ده مهم، شاركه مع حد لسه فاكر ان الانترنت ضحك ولعب وبس، فخليه يستفيد بالانترنت استفادة كويسة، وانت كمان استفيد بالانترنت استفادة كويسة. اشوفكم على خير وبالتوفيق للجميع.